أبو تريكة: الأهلي بيمتلك ميزة أمام الهلال السوداني والتركيز مفتاح الفوز. تحدث محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عن المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي والهلال السوداني في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشددا على أهمية التركيز في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة. وقال تريكة في تصريحاته التلفزيونية: مواجهة صعبة جدا أمام الهلال السوداني وفي الأدوار الإقصائية لا يمكنك اختيار منافسك، عليك أن تكون جاهز لمواجهة أي فريق. وشدد على أن التفكير الأساسي لأي فريق بيسعى للتتويج باللقب لا يجب أن ينصب على هوية المنافس بل على كيفية تحقيق الفوز، مضيفا: البطل لا يشغل باله بمن سيواجه بل يركز على طريقة التعامل مع المباراة وكيفية تحقيق الانتصار. وأشار تريكا إلى أن الأهلي بيمتلك ميزة كبيرة في هذه المواجهة، نظرا لأن الهلال السوداني لن يخوض المباراة على ملعبه، مما قد يمنح الفريق الأهلي أفضلية إضافية. ولفت تريكا إلى تفوق الأهلي في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين، ولكنه شدد على ضرورة التركيز الكامل وعدم التفكير في أي مباراة أخرى قبل تخطي عقبة الهلال السوداني. وتابع تريكا: يجب أن لا يفكر اللاعبون في سان داونز أو الترجي قبل عبور هذه المرحلة، فاللاعبين الحاليين يمتلكون خبرات كبيرة ونتيجة مباراة الذهاب ستكون عاملا حاسما للنادي الأهلي. وأعرب تريكا عن ثقته في قدرة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية، مؤكدا أن الحضور الجماهيري في استاد القاهرة سيكون عاملا رئيسيا في دعم اللاعبين، متمنيا جماهير الأهلي هي السند الحقيقي واستاد القاهرة سيمتلئ لدعم الفريق. واختتم تريكا حديثه بالإشادة بقدرات الفريق الهجومية الحالية، مؤكدا أن الأهلي بيمتلك تنوعا كبيرا وجاهزية قوية بين اللاعبين، وهو ما يمنحه فرص كبيرة للتقدم في البطولة والمنافسة على اللقب.